من بعد تسجيل الكاميرا حياتي ما بقتش ماشية بالوقت، بقت ماشية بالرقم. كل مرة أبص في الساعة ألاقيها 3 و4 دقايق، حتى لو كنت شايفاها من دقيقة كانت 52. افتح ملف عشوائي في الشغل الاقي رقم الصفحة 304. امشي في الشارع الاقي عربية معدية اخر ارقام نمرتها 304. في الاول كنت بقول صدفة، لكن الصدف ما بتتكررش بالشكل ده. بقيت حاسة ان الرقم مش بس بيظهر لي، انا اللي بروح له. في يوم كنت قاعدة في المكتب بكتب تقرير عادي جدا ملوش اي علاقة بالملف. لما خلصت بصيت على عدد الكلمات، 304 كلمة بالظبط، كأن الرقم ده مستقصد. عزفت سطر بقت 303، رجعته تاني رجعت 304. يا ربي، ايه اللي بيحصل ده بس؟ قفلت اللابتوب وحسيت ان في حاجة بتلعب في الواقع نفسه. قمت رحت للوحة توزيع الغرف في الدور التاني اللي فيها ارقام المكاتب. كنت فاكرة ان رقم 304 اتشال من زمان، لكن المرة دي كان موجود واضح مكتوب بخط جديد، مكتب 304. سألت العسكري المكتب ده مين فيه؟ بصلي باستغراب وقال مفيش مكتب بالرقم ده يا باشا. شاورلي على اللوحة وقال بصي كويس. بصيت كان الرقم اختفى. فضلت واقفة قدام اللوحة دقيقة كاملة حاسة ان الارض مش ثابتة. رجعت للارشيف فتحت ملف 304. الملف كان اتقل من قبل كده، كأنه فيه ورق زيادة. بدأت أعد الصفحات، كانت 303 صفحة، وقبل الصفحة الأخيرة لقيت صفحة جديدة مفيش رقم، مكتوب فيها تقرير الشاهد الرابع. قلبي قلبي وقف حرفيا. أنا ما كتبتش تقرير، بس لما قريت اللي مكتوب كان بخط إيدي، كلمة كلمة وحرف حرف، وصف دقيق لليلة الكاميرا، للظل وللصوت وللهمس. آخر الصفحة كان مكتوب تم الانتقال إلى المرحلة التالية. أنا أنا ما كتبتش الكلام ده. مسكت الصفحة بإيدي وكان عليها نفس الختم الثالث اللي ظهر على كفي، وفي اللحظة دي سمعت صوت ورق بيتقلب ورايا. لفيت بسرعة، مفيش حد، لكن ملف تاني كان مفتوح على المكتب اللي ورا. قربت منه، كان ملف فاضي، بس على الغلاف كان مكتوب 304 وتحته 305. يعني إيه؟ يعني في ملف جديد؟ يعني في حد بعدي؟ بصيت على تاريخ فتح الملف الجديد. رجعت الملف بسرعة وبدأت أقلب الصفحات القديمة. أول مرة أخد بالي من حاجة، كل صفحة في الملف كان في ركنها علامة صغيرة جدا، بس ما كانتش باينة. علامة على شكل عين. عديت العلامات كانوا 3، وفي الصفحة الجديدة العلامة الرابعة، يعني أنا الشاهد الرابع فعلا. وفي الصفحة اللي بعدها كان في مكان فاضي العلامة 5، يعني الدور جاي على حد تاني. بس السؤال مين؟ فجأة النور قطع. الأرشيف كله بقى ضلمة، بس الملف كان منور، نور خافت طالع من الورق نفسه. قربت منه. الصفحة الأخيرة بدأ يظهر عليها كلام ببطء. الرقم مش قضية، الرقم عداد. حاولت أقفل الملف معرفتش. الصفحات كانت بتتقلب لوحدها، وكل صفحة كان فيها صورة. صورة ضابط تاني، تالت صورة ضابط تالت، الرابعة دي كانت أنا. بس الصورة كانت متاخدة من زاوية عالية، كأنها من كاميرا مراقبة، نفس الصورة اللي شفتها قبل كده. وفي الصورة الخامسة كان في كرسي فاضي، بس فوقه رقم 304. يعني الكرسي ده لسه مستني حد. وفي اللحظة دي سمعت صوت خطوات جوه الأرشيف، بطيئة تقيلة. حاولت أتحرك ما قدرتش. الملف كان ماسك إيدي. الهمس رجع. لما الرقم يوصل للنهاية الباب يتفتح. سألت بصوت واطي نهاية ايه؟ الهمس رد عليا وقال لي نهاية الشوط. فجأة الخطوات قربت لحد ما وقفت ورايا. حسيت بنفس الإحساس القديم، نفس النفس البارد على رقبتي. الصوت قال ايه ده؟ مش الرابع، ايه ده؟ الحداد. وفجأة النور رجع. الملف قفل لوحده. الصفحة الجديدة اختفت. رجعت أبص على إيدي، الختم كان لسه موجود، بس تحته كان مكتوب رقم صغير، كان مكتوب رقم 4. وساعتها فهمت أنا مش مجرد شاهد رقم 4، أنا الرقم اللي بيحسب كل اللي قبلي كل اللي بعدي، وإن لما العداد يقف أنا اللي هختفي، أنا اللي